الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته وسلم تسليما كثيرا. اتكلمت عن أول الأنبياء آدم والنبي اللي بعد اللي هو الشيس ابن آدم. اتكلمت بعد كده بيتنسب إلى إدريس عليه السلام النبي، واتكلمت على نوح وهو من أولي العزم من الرسل، واتكلمت في الفيديو السابق عن ذرية نوح. كانوا ثلاثة اللي هو سام وحام ويافس، اللي بتنقسم كل أمم الأرض إما أمة سامية أو أمة حامية أو أمة يافسية. ما في بلد على وجه الأرض أو قوم على وجه الأرض أو أمة على وجه الأرض إلا وينتهي نسبها إلى أحد أولاد آدم. يعني على سبيل المثال الصين اللي بتنتهي نسبها ليه؟ اسمها أولاد صن ابن موعج ابن ماجوج ابن يافس ابن نوح عليه السلام. لو قلنا على سبيل المثال ألمانيا دي في الأصل اسمها جيرمانيا نسبة إلى جيرمن ابن جومر ابن يافس ابن نوح عليه السلام. لو قلنا مثلا اليونان نسبة إلى يوان ابن يافس ابن نوح عليه السلام. إذن على سبيل المثال موسكو أو روسيا أو وسط أوروبا ينتهي نسبها إلى ماشك أو ماسك ابن يافس ابن نوح عليه السلام. إذا قلنا بلاد الحبشة سمت بلاد الحبش لأن أول من سكنها هو حبش ابن كوش ابن حام ابن نوح عليه السلام. ما في دولة على وجه الأرض أو أمة على وجه الأرض إلا وتنسب إلى أحد أولاد نوح عليه السلام. يعني على سبيل المثال مصر هي مصريين ابن حام ابن نوح. الكنعانيين نسبة إلى كنعان ابن حام ابن نوح. اليبوسيون اللي هو أول من سكنوا فلسطين نسبة إلى يابوس ابن كنعان ابن حام ابن نوح. وهكذا كل دول العالم وكل أمم الأرض ينتهي نسبها إلى أحد أولاد نوح عليه السلام، إما أن يكون من أمة سامية أو من أمة حامية أو من أمة يافسية. طب الكلام ده كان أيام العالم القديم، وكان في 3 قارات بس اللي هي آسيا وأفريقيا وأوروبا. الأمريكتين دول اللي هم الهنود الحمر دول جايين منين؟ هؤلاء جزء من أولاد موعج ابن ماجوج ابن يافس ابن نوح عليه السلام، يعني أصلهم ينتهي إلى الجنس المغولي. لو قلنا استراليا جنس بتاع استراليا دول جزء هاجروا بالمراكب من أفريقيا من أولاد فوت اللي هو أصل الأمازيغ وأصل الزنوج في أفريقيا. فوت هذا ابن حام ابن نوح. إذا قلت أصلا الهند هتلاقي فيها جزء من الحاميين أو الحبشيين أو الكوشيين اللي هم موجودين في شرق الهند اللي أصلهم زنجي. التفرقة دي كلها ادعى الإسرائيليون اللي هم بني إسرائيل أو ادعى اليهود في كتابهم التلمود القديم أن أولاد سام لهم الفضل على أولاد حام، وذلك استنادا إلى أسطورة موجودة عندهم ليس لها أصل من الدين، أن نوح عليه السلام وهو في السفينة قد تعرى فنظر إليه حام ابنه ولم يغطيه ولم يستره بل ضحك عليه، ثم ذهب إلى أخوته سام ويافس وقال لهم أبيكم هذا متعريا انظروا إلى عورته. فجاء سام ويافس وستروا أباهم فاستيقظ نوح عليه السلام. فلما استيقظ دعا على حام بأن يكون أولاده عبيدا لأولاد سام وأولاد يافس. هنا بني إسرائيل الذين هم فرع من فروع الأمة السامية من فروع إبراهيم، وإبراهيم أحد فروع سام بن نوح، شعروا في ذاتهم أنهم أفضل من كل ذرية حام. الذين يسكنون الشام وفلسطين في ذلك الوقت الأرض المقدسة هم أولاد كنعان ابن حام ابن نوح، أمة حامية، وهم يبوس ابن كنعان ابن حام ابن نوح. هنا بتلك الأسطورة استحلت بني إسرائيل دماء الكنعانيين، واستحلوا دماء اليبوسيين، واستحلوا دماء كل ساحل البحر المتوسط من صيدا وبعل وغزة وغيرهم على أساس أنهم أمة حامية وأنهم لهم العنصر الأفضل لأنهم من أولاد سام وهؤلاء من أولاد حام يجب أن يكونوا عبيدا لهم، فاستحلوا دماءهم. تلك الأسطورة استندت إليها إسرائيل في كل مجازرها حتى في تلك الساعة تستند إسرائيل إلى ذلك الفعل بأنهم أرقى الأجناس، وأن من يعادي إسرائيل هو يعادي السامية لأنهم من نسل سام بن نوح. طيب
تلك التشكيلة من التفرقة في الأنساب في الأمم اللي أخذناها من أمهات الكتب من الصحاري وابن خلكان وغيرها والبداية والنهاية وابن هشام وابن الأثير وغيرها من أمهات الكتب. نأتي بعد نوح عليه السلام. أفضل أبناء نوح هو سام. عند كثير من أصحاب الديانات الأخرى كبني إسرائيل والمسيحيين في العهد القديم والعهد الجديد والصابئة المندائية يرون أن سام بن نوح هو نبي، وهذا ليس له أساس من الواقع، فسام بن نوح لم يكن نبيا، إنما النبي الذي جاء بعد نوح عليه السلام هو كان هود، وبعث هود من نسل عاد. إذا أول نبي بعد نوح عليه السلام جاء في قوم عاد. ما هو نسبه ونسل عاد هذا؟ عاد أمة عربية ينتهي نسبها إلى سام بن نوح، فهم قوم عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام بن نوح. إرم هذا جاء منه كل الأمم البائدة، تصب وجديس وأمي وعاد وثمود، كل تلك الأمم أبيدت عن وجهة أبيها عن بقرة أبيها، لذلك يسمون كل أولاد إرام أو إرم ابن سام ابن نوح يسموهم العرب البائدة. عاد هذا هو أول من انتقل من جبال الجودية بعد أن نزل وعاش مع إخوته وانتقل إلى بلاد الأحقاف، ونسل من نسله نسل كثيرا فسكنوا الأحقاف وأقاموا حضارة عظيمة. إيه هي الأحقاف؟ الأحقاف هي المنطقة التي تسمى الآن الربع الخرابي أو الربع الخليجي ما بين عمان واليمن وجنوب السعودية. هذه المنطقة سميت الأحقاف لماذا؟ لأن الأحقاف تسمى لغة هي جبل الرمل المتعرج، وهذه المنطقة كلها جبال رمل متعرجة تنتقل من هنا إلى هنا بفعل الريح. من أجل ذلك لما جاء ذكر عاد في القرآن ونبيهم هود، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. إذا مكان عاد كان في الأحقاف. ومن النبي الذي بعث فيهم إنه من نسل عاد بدليل قوله وإلى عاد أخاهم هودا. ولما تأتي لفظ أخاهم في عرف العرب واللغة العربية يقال يا أخا قريش، يا أخا سقيف، يا أخا كنانة، يا أخا اليمن، أي يمن أنت من نسل قريش أو من نسل سقيف أو من نسل كنانة. فلما يأتي لفظة القرآن وإلى عاد أخاهم هودا، إذا هود هو من نسل عاد الذي هو من نسل عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح. هؤلاء القوم وهبهم الله سبحانه وتعالى نعما كثيرة، كان أفضل تلك النعم أنه زادهم في الخلق بسطة، كانوا عماليق الأجسام، حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة، فرد الله عليهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يكذبون. إذن زادهم الله بسطة في العلم، ليس ذلك في العلم فقط إنما في الجسم، والإضافة إلى الجسم العلمي. بدليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما وصفهم قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. إذا بلغوا من الحكمة ومن العلم ومن الحضارة ومن قوة الأجسام أنهم أقاموا حضارة قال الله فيها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هؤلاء القوم انتشرت فيهم عبادة الأصنام. يروي تاريخ الطبري الكبير أنهم عبدوا 3 أصنام، صداء وصمود والهباء، وكانوا موجودين عندهم يقدسونهم ويذبحون إليهم ويعبدونهم. وجاء ذكر ذلك لما قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. أنت يا يهود جاي تنهانا أن نعبد الآلهة التي كنا نعبدها ويعبدها من قبلنا آباؤنا، إنك لفي ضلال مبين. فجاء هود عليه السلام ليرجعهم إلى عبادة الواحد الأحد. وقد قلت قبل ذلك كيف انتشرت عبادة الأصنام في كل الدنيا وأن أصلها كانوا رجالا صالحين. هود عليه السلام هو من نسل عاد. قالت الكتب فيه في تاريخ الطبري الكبير أنه هود ابن جائر ابن عوص ابن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح. لا يهمنا ذلك النسب، ولكن يهمنا شيئا واحدا، أنهم لما تجبروا على الحق سبحانه وتعالى، ولما
رفضوا دعوة هود بالرجوع إلى طريق الله المستقيم، وتحدوا الحق سبحانه وتعالى بأنهم بنوا أمة بنوا مدينة عظيمة عبثا ليثبتوا للعالم أنهم أقوى الأمم. فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون، الريع اللي هو المكان المرتفع، آية قصرا مشيدا يعجز العالم كله أن يقيم مثله، حتى أنهم في بعض الكتب القديمة أقاموا مدينة إرم كلها من الذهب والفضة. ذلك الأمر الذي أترفوا فيه وبلغوا فيه كل ذلك الطرف تجبروا وقالوا من أشد منا قوة، نحن أقوى الأمم، من هذا الذي يستطيع أن يقهرنا؟ فأخبرهم هود عليه السلام بأن الله هو أشد منهم قوة، وأمرهم إلى الرجوع فأبوا، فقال تربصوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. عدوا 3 أيام، 3 أيام ربنا هينزل عليكم العذاب. أول يوما اصفرت وجوههم فيه، ثاني يوما احمرت وجوههم فيه، ثالث يوما اسودت وجوههم فيه، فأخرج الله عليهم بعد أن أصابهم بالقحط، فتوجهوا مستبشرين إلى تلك الغمامة التي خرجت إليه، غمامة سوداء عظيمة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. السحابة اللي جاية دي العارضة ديت ده سحابة كبيرة هتنزل علينا ماء. فقال لهم الحق سبحانه وتعالى لما قالوا هذا عارض ممطرنا قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هنا تلك السحابة أخرجت عليهم نار وريحا رفعتهم إلى السماء وأسقطتهم على الأرض فصاروا كجذوع النخل الخاوية. وصف ذلك الحق سبحانه وتعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ويأتي في سورة القمر كذبت عاد بالنذر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. أجسامهم كانت فطول النخل فلما رفعوا تكسرت ودمرتهم ونخرتهم الريح من داخلهم وخارجهم فأصبحوا بالين لا يستطيع أحد أن يتماسك. وأفنى الحق سبحانه وتعالى تلك القرية الظالم أهلها التي تجبرت على الحق سبحانه وتعالى بعد أن وهبها جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. تلك النعم كلها التي وهبها الله لهم لما كفروا نعمة الحق سبحانه وتعالى أهلكهم. وتلك في ذاتها علة عظمى أنه على قسرة النعم يكون الحساب وعلى قسرة الفضل من الحق على الناس يكون الحساب. وأنه كلما زاد فضل الله على قوم فلم يشكروه كان عذاب الله ونقمته عليهم عظيمة. وذلك هو النبي الذي جاء بعد نوح عليه السلام هو هود من نسل عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح. ويكمل في فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.